اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لعجل المحتوى. لو انت مش مشترك على الانستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. في حاجه بتحصل تحت الارض بعيد عن عيون الناس ورا الجدران المقدسه دي. الاحتلال الاسرائيلي بيخطط، بيحفر، بيشتغل. مش بس بيحاول يسيطر على القدس فوق الارض، لا ده كمان بيشتغل على حته السيطره من تحت الارض. تعالوا نغوص مع بعض من واحده من اخطر الحاجات اللي بتحصل بس احنا مش واخدين بالنا منها، والعالم كله نايم ومحدش بيتكلم عن خطوره الموضوع ده، واللي هو بكل بساطه انفاق الاحتلال الاسرائيلي تحت المسجد الاقصى. وعشان نكون عارفين هو الموضوع مش جديد، وتعالوا مع بعض نبدا الحكايه من الاول خالص. من اول ما احتلت اسرائيل القدس سنه 1967 هما بيحاولوا بكل الطرق ان هما يثبتوا ان هما ليهم حق ديني. قال ايه؟ الهيكل بتاعهم كان هنا، بالرغم ان مفيش اي دليل اثري بياكد الكلام ده، لكن ده ما شكلش مانع ليهم ان هما يوقفوا. بالعكس، ده بقوا يحفروا تحت الارض عشان يثبتوا او يدوروا على الاثار ان احنا لينا اثار هنا. من ساعتها والانفاق بتزيد، وكل سنه بنكتشف نفق جديد او مشروع حفر جديد تحت المدينه القديمه. الحفريات دي مش عشوائيه على فكره، دي مشاريع منظمه على فكره، وبيديرها مؤسسات زي السلطه الاسرائيليه للاثار وجمعيات زي العاد. طب ايه الهدف بقى من الكلام ده كله؟ الهدف من ده ان هم ينشئوا شبكه انفاق كبيره جدا تحت المسجد الاقصى وحوالين سور القدس، مش بس بحث عن اثار لكن كمان لخلق واقع جديد تحت المدينه دي. في نفق مشهور اسمه نفق الحائط الغربي، بيبدا من ساحه البراق واللي اليهود بيسموه حائط المكة، وبيمشي بطول الجدار الغربي للمسجد الاقصى. النهارده في انفاق كتيره جدا وبتوصل لقرب مسجد قبه الصخر. طب ايه الخطوره؟ الخطوره مش بس في التشويه التاريخي او الكذب باسم الدين، الخطوره الحقيقيه ان الحفريات دي بتهدد استقرار المسجد الاقصى، اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. واللي الناس ما تعرفوش، حصلت شروخ في بعض المباني وانهيارات فلسطينيه في اراضي بجنب الاقصى. وتعالوا ندي مثال، ابسط مثال حي وادي حلوه. الناس هناك حرفيا البيوت بتتهد من تحتهم، وده بسبب الحفر اللي الاحتلال بيعمله. السؤال اللي لازم كلنا نساله، ليه بيصرفوا ملايين وبيحفروا في السر والعلن؟ الجواب بكل بساطه عشان يثبتوا روايتهم ويحطوا الناس قدام الامر الواقع، اللي هو الهيكل تحت المسجد والمسجد لازم يتشال. مش بيقولوها صراحه دلوقتي، بس الهدف واضح، تمهيد لبناء الهيكل الثالث مكان المسجد الاقصى. رغم ان في ادانات دوليه وعربيه، لكن الرد الفعل هو، هما بيقولوا ان هو ضعيف بس هو مفيش رد فعل. الاحتلال مستمر والانفاق بتزيد، كل يوم بنقرب على خطوه من خطر كبير جدا هيحصل على واحد من اهم المقدسات الدينيه لينا احنا كمسلمين. سؤال اهم، احنا دورنا ايه؟ لازم نعرف الناس، لازم نوعي الناس حوالينا. الموضوع مش بس مجرد صراع سياسي، ده صراع على الهويه والتاريخ والدين. المسجد الاقصى مش مجرد مبنى، ده رمز وعقيده وامانه ولازم يتحافظ عليه. واللي بيحصل تحت منه ده لازم العالم كله يسمعه، ولازم يتاخد رد فعل قوي، مش اللي هو احنا ندين او ده ما ينفعش او ده ما يصحش. الكلام ده ما بيعملش حاجه، ما بياكلش عيش، عشان ما يجيش اليوم والحاجه تتغير من تحت رجلينا. وبس كده، دي تكون نهايه حلقه النهارده. لو عجبك المحتوى دعمني بلايك وشير في القناه وتفعيل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.